استني بقى ليلي بقى، ما اجمل بقى يا جدعان ان انت يكون في حاجه بتحبها وتزرعها عندك في البيت. يا ليلي بس يا ليلي، الفلفل الاحمر يا جدعان، الفلفل الاحمر. اديني قرن فلفل، اديني كمان قرن، واديني كمان. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. شطة والله. طب خدي اهو، خدي. بصوا يا جدعان، هو الشارع نظيف يتلحس، بس العربية اللي بتكنس الشارع لازم تعدي في ميعادها زي ما متقال لها، سواء الشارع نظيف او لا. اهي اهي، شايفين؟ بتاخد الشارع كله، وبعد كده هتروح كسرة يمين وتاخد لفتها الحلوة وتنظف الحي كله. مش عايز بقى افاجئكم واقول لكم ان الكلام ده بدأ يطبقوه في مصر، ولكن فعلا بدأوا يطبقوه في مصر. تحيا مصر 3 مرات يلا منك له. والله يا جدعان، وانا اقول لكم الصراحة يعني مفيش حاجة تهون على الواحد صيف ألمانيا غير كوباية مانجا زي دي تتشرب في البلكونة. بالمناسبة يا جماعة، أنا قلعت القميص اللي أنا لابسه عشان في حد قال لي المانجا ما تتاكلش غير وانت بالفلنة، قال لي كده. برافو، كانت أغنية يا جماعة شغالة الأيام بتحبها فكنا بنسمعها. المهم، صباح الخير، صباح النور، صباح الايه يا يونيو؟ يا يونس يا ابني، لماذا أنت يا ابني تخجل أمام الكاميرا هكذا؟ طب صبحي عليهم أنت يا ياسو. صباح الخير، صباح الفل، صباح النور. وأنت يا ليلي؟ صباح الخير، صباح الفل، صباح النور. طب وأنت يا يونس؟ هو يا جماعة يفتح بقه ويروح عامل كده، بيعمل كده، بصوا هو بيضحك ورا اهو. المهم كده بالصلاة على النبي، سوق الحد او سوق الجمعة او سوق الكانتو، سموه زي ما تسموه، عجبنا بصراحة. وبعدين قلنا خلاص الصيف بيخلص، ويعني عالم الحد اللي جاي او اللي بعده هيبقى فيه طقس كويس كده وشوية شمس، والناس هتفرش في السوق ولا لا. فلقينا الجو حلو النهارده، والنهارده الحد قلنا خلاص نطلع وعلى الله. زي ما حضراتكم شفتوا الطلعه اللي فاتت كانت ربحانه. ساره اشترت جاردينا زي ما حضراتكم شفتوا، اللي هي الستاره. في يا بت انت يا بت. المهم قلنا بقى ايه، خلاص نتكل على الله برضه، نروح النهارده وان شاء الله تطلع صفقه ربحانه اكتر من الصفقه اللي فاتت. انتظرونا عشان احنا سوق الحد رايحين. يلا بينا يلا بينا. مراتي صوتها طلع يا جماعه. ميزه يا جدعان في الطريق ان هو جنب البيت عندنا، يعني احنا بنطلع من الشارع ده، نطلع بس طلعه الكوبري دي ونقوم نازلين على طول من الناحيه الثانيه، بقينا في السوق. مش بعيد يعني، هو جنبنا جنب المطار على طول. اهي طلعت وتروح نازله النازله دي على طول، يعني تتراح ماشي، بس عشان العيال هيتكسحوا مني وانا رايح فبنروح بالعربيه، عشان كمان لو اشترينا حاجه نعرف نحطها في العربيه. اهو هو السوق بقى قدام كده شويه على اليمين. ربنا يستر بس ويبقى في ناس خمنت ان الجو ممكن يبقى كويس وفرشت النهارده في السوق. هنشوف اذا كان اسحم من الحد اللي فات ولا الحد ده اسحم. استنى امك يا ابني. لا يا جدعان الحمد لله السوق النهارده مليان، مش فاضي اهو. بقول لك ايه، روح ادي امك حس وقول لها ان احنا هنا. اجري يلا. ساره يا جدعان هناك اهي، شايفينها من ظهرها. بس السوق النهارده الحمد لله شغال، يعني طقس حلو والدنيا حلو. النحله بنت مش عايز اشتمها، قرصت يونس يا جدعان في ودانه وقعد يعيط وكان زعلان قوي. بصوا عملت ايه في ودن يونس النحله الوحشه. بصوا لسعتك في ودنك ياض، صح؟ بصوا وجعت له ودنه. يا ريت يا جماعه اللي يشوف النحله دي يزعلها في اعز ما تملك. خد اشرب واحد عصير هتخف. لا شكرا يا ساره. بس hast du für mich? Hast du Sonne oder Wasser? Dann Wasser bitte. اديني ميه خليني اشرب عشان Oder انسى. möchtest du Kekse? Nein. طبعا يا جماعه زي ما حضراتكم عارفين في السوق حاجه اساسيه، لازم ياسمين تيجي تاكل كريب. لدرجه ان الجماعه دول حفظوا ياسمين خلاص، وكل ما بتيجي ما بيعملوش معاها اي واجب. شكرا يا ساره. هرشبشون. سلامتك يا يونس، هفتحها لك.
هات افتحها لك قبل ما هتشخرمها. هات امسك. التليفون يصور يا جدعان، فصل الكاميرا. ماشي يا يوني. كابريزونا، تشربي كابريزونا؟ بتشربيها من غير شاليمو؟ اهو الشاليمو بتاعك اهو. الشاليمو ده بتاع يتميز بقى يا جدعان السوق ده ان احنا دايما بنجيب متاخر، بيكون الناس خلاص بتلم حاجتها وماشيه، يعني ماشيه. السوق فضي يا جدعان عشان نازلين متاخر والناس بتلم، والصفقه النهارده خسرانه مش ربحانه. الحاجه الوحيده اللي طلعنا بيها، تعالى يا يونس ورينا الطياره اللي معاك. واحده ست المانيه عجوزه قالت له دي كانت لعبه ابني وهو صغير وهو كبر، طياره بتاعت شرطه، هي بوليس، اديتها له ببلاش، قالت له خد العب بيها. البيت عندنا ناقص كراكيب اصلا. بتقول ايه؟ بصوا بقى يا جدعان، الصفقه النهارده مش ربحانه، بس هي قرف وارزاق. اصبر بقى يا جدع انت. فزي ما بقول لحضراتكم كده، النهارده اليوم الصفقه مش ربحانه والحمد لله. الحاجه الوحيده اللي طلعت بيها، او الحاجه الوحيده اللي اشتريتها ضمن ال 20 حاجه اللي اشتريتهم مراتي، بتقول لي دي مش حلوه، اشتريتها ليه؟ اوعى عادي اللوحه بتاعت بابا. بالمناسبه يا جماعه، عندنا طلعت شوي قريب بنولع بيه الفحم. وريني كده ايس كريمك. عاش يا يونيو. دي بقى الصفقه. شكرا يا أستاذ. دي الصفقه بتاعت النهارده، شويه حاجات للبت ليان. الطياره دي ببلاش، شبشب لياسمين عشان شبشبها اتسرق في حمام السباحه هنا في برلين، وجزمه جديده عشان الفرح او الحنه اللي هي رايحاها النهارده. بس كده. ده بغدا انيا. ودول للامانه واحده ست اديتهم لي ببلاش. ماشي. صفقه ربحانه بس مش قوي. اقفلها ساره. يلا يا عم يونس، يلا يا ساره. كل ايسك يلا. ليلي صحيت يا جدعان. ليلي خدي ايس كريم، خدي ايس يا ليلي. Nou, was wünschen ich. ساره يا جدعان حرانه وحالتها حاله. مين فيكم؟ ادي ماما الايس، الحر عايز ايس. ماما ليلي عايزه ايس. ماما يونس ما معهوش؟ قادر؟ مقاتل؟ ايه ده، دي ماسكه الايس فعلا. طب كلي قبل ما يسيح على ايدك يا ليلي. يلا ياسمين خدي منها. كوبي ما بايس. كوبي ما هي هتقعد تسبهل يا ليلي. هتاكلي ايس ولا مش هتاكلي ايس في يومك ده؟ هيسيح عليكي وهتغرقي الدنيا وهتبهدلي العربيه. ما هي باكلها. هي بتاكل؟ لا. يونس اللي بياكل. بيعمل كده. زن العربيه والحزام. حد فاكر يا جماعه كنت بقول لكم العربيه دي زنانه زي مين؟ اكيد انتوا عارفين. المهم ده كان يومنا في السوق النهارده يا جماعه. كان نفسي الواحد والله يبضع النهارده بس ما فيش نصيب. يلا حابين نقول لكم ان ده كان فيديو النهارده، ونشوفكم الفيديو اللي جاي.